ازيكم عاملين ايه؟ رجعنا لكم تاني ومحضرين مفاجأة ليكوا هتعجبكم جدا. المفاجأة دي هتبقى بالتعاون مع شركة من أكبر شركات الإضاءة في العالم. القصة ببساطة إن أي مهندس بيبقى متخرج من الجامعة بتاعته بيكون عايز يخش في مجالات الأوتوميشن وبيبقى نفسه يشتغل فيها، وخصوصا بيدور على مجال KNX. ونظرا لأن سعر كورسات KNX غالية جدا، ودايما لما بيخش يتفرج على الفيديوهات على الإنترنت يا إما مش بيلاقي كورسات KNX كاملة أو بيلاقيها بلغات مختلفة. لذلك احنا كمركز معتمد من KNX Association هنقدم لكم مفاجأة حلوة جدا وهتعجبكم. احنا هنقدم لكم كورس KNX كامل، هتقدروا تخشوا وتاخدوا الكورس معانا وهتتعلموا كل حاجة تخص مجال الأوتوميشن كما لو كأنكم بتاخدوه في KNX Training Centers المعتمدة. لا ومش كده وبس، الكورس ده هيبقى for free مجانا لكل اللي هيخش يشترك معانا في الكورس. مش كده وبس، الكورس ده هيبقى معتمد وهتاخد منه شهادة قيمة جدا. الشهادة دي هتبقى معتمدة من جهتين. أول جهة هتبقى تيك بوكس وهي مركز معتمد من KNX Association. مش كده وبس، في مفاجأة أكبر كلنا مستنيينها. المفاجأة التانية إن الشهادة دي برضو هتبقى معتمدة من شركة جيفس. وشركة جيفس كلنا عارفينها هي من أكبر الشركات الرائدة في مجال الإضاءة. طب حلو الكلام ده يا باشمهندس، بس أنا عايز أخد الشهادة بتاعت KNX المعتمدة من KNX Association. طيب مفيش مشكلة، عندنا هنديك الشهادة برضو، بس قبل ما نديك الشهادة احنا محتاجين بس نطلب منك حاجة صغيرة. انت هتحل الإكزام ده هتعمله، ولا أقول لك على حاجة؟ كمل الفيديو ده للآخر عشان هنشرح لك كل التفاصيل اللي تخليك كمان تقدر تاخد الشهادة المعتمدة من KNX Association. رجعنا لكم تاني عشان نقول لكم ازاي هتجوين معانا في الأكاديمي، وازاي هتقدر تاخد كورس KNX البيزك، وازاي هتقدر ان انت لو انت حابب ان انت تاخد KNX Association والشهادة الكاملة وتاخد الكورس KNX بيزك كامل بعد ما تخلص طبعا الكورس معانا. هنقول لك كل حاجة. اول حاجة هنتكلم فيها دلوقتي، انت محتاج انك هتيجي على اي ويب سايت بكل بساطة، هتروح جاي بكل بساطة كده، هتروح داخل على الموقع بتاعنا www.techbox-pg.com. اوكي، هتلاقي عندك في الموقع بتاعنا دلوقتي في كذا حاجة. اول حاجة ده الواجهة بتاعت الموقع، هتلاقي فيه هنا نيوز، تمام. هتلاقي فيه دي هيبقى فيها اخر الاخبار، هي هيتعمل لها ابديت دلوقتي وهيبقى فيها اخبار كتير قوي عن KNX قريب. هتدي لو انت حابب ان انت كل فترة تخش تعرف اخبار عن KNX تخش عليها. تاني حاجة جوين اكاديمي، دي هنتكلم عليها في الاخر. تالت حاجة الكوميونتي اللي هو انت لو عندك هنفتحها لكم برضو دلوقتي، ممكن تعمل على طول ساين اب بالجيميل بتاعك، يعني انت مش محتاج تعمل حاجة، ممكن تعمل ساين اب على طول. اول ما تعمل ساين اب خلاص انت بقيت الاكونت بتاعك بقى عندنا هنا، البروفايل بتاعك كل حاجة خلاص، انت بقيت معانا في الكوميونتي. اول حاجه انت ممكن تعمل، هيبقى عندك كاتيجوريز في الكوميونتي دي. الكاتيجوريز دي اول كاتيجوري هتلاقي فيه جنرال ديسكشن، لو انت عندك اي حاجه محتاج ان احنا نقعد نتناقش فيها ونتكلم فيها في KNX او في الاوتوميشن عموما عادي. في حاجه تانية اللي هي كويستشن اند انسرز، اللي هو انت وقعت في مشكله او عندك شويه مشاكل في KNX ممكن تخش هنا وتعمل تاسك الكويستشن بتاعتك وهتلاقي احنا هنجاوب. وطبعا كل ما هيزيد عدد الممبرز عندنا في التيك بوكس هيزيد عدد الناس الاكسبرت اللي موجودين، وهقول لكم برضو على حكايه الممبرز دي اللي هيحصل فيها. اخر حاجه اول كوميونتي نيوز، لو انت عندك اي نيوز او اخبار جديده عن KNX ممكن تحطها لنا هنا. وطبعا هنستفيد منك جدا، واحنا محتاجين زي ما قلت اهم حاجه احنا النولج بتاعتنا هتنتشر ازاي. هتنتشر على اساس ان احنا كلنا يبقى بننشر النولج بتاعتنا، يعني كل واحد فينا يقول الاخبار الجديده اللي هو سمعها، يقول حاجه هو عارفها، يقول اكسبيرينس جديده حصلت له. فكل الكوميونتي دي لما تبقى موجوده كلنا على ويب سايت واحد كلنا نخش فيه وكلنا ممبرز فيه معروفين مع بعض، هتبقى كويسه جدا ونستفيد مع بعض. طبعا هو وي ار والكلام ده معروف في اي ويب سايت. المهم انت ممكن تخش على البروفايل بتاعك. اول ما تخش على البروفايل بتاعك دي واحده هتلاقوا البروفايل هنا عادي خالص ما فيهوش اي حاجه، بس انت لما تيجي تاخد معانا سيرتيفيكت او حاجه هتلاقي نفسك ان انت بتترقى زي ما تكون انت ممبر بيترقى.
فكل فتره انت كممبر بترقى فيها دي بتديك ديسكاونتس اكتر في الكورسات بتاعتنا اللي هي بتبقى مدفوعه، او يا اما انت بتبقى بتتحط في ان انت البوستس بتاعتك او الحاجات اللي انت بتحطها ك في الكوميونتي بتبقى هي حاجات اوليه في التيك بوكس، فبتبقى خلاص انت من الممبرز المعروفه في الويب سايت هنا، وبتبقى حاجه مهمه جدا بالنسبه لك. بس هي اهم حاجه ان انت بتاخد ديسكاونتس، واي عروض جديده احنا بنعملها او اي حاجه طبعا بتبقى للناس اللي هي اللي معانا او شغاله معانا اكتف على طول. مش شرط ان انت تكون بتاخد معانا كورسات وبتدفع من مره، ممكن تزود عدد الشيرنج والحاجات اللي انت بتعملها عن الكي ان اكس، تمام، او بتعمل شير للكوميونتي بتاعتنا، لان طبعا مش هنضحك على بعض ان احنا نعمل شير للكوميونتي بتاعتنا. وبرده هقول يعني يا ريت انا مش هعمل لكم بقى حته ان انت تدوس سبسكرايب وتدوس نوتيفيكيشن والكلام ده، بس احنا يا ريت ان احنا نعمل سبسكرايب ونعمل نوتيفيكيشن، عشان برده لو في اي حاجه جديده اقدر اقولها لكم على طول، وهتجي لكم نوتيفيكيشن من اليوتيوب لو في اي فيديو جديد نزل او اي حاجه دعويه. بس كمان ان احنا عايزين لما تعمل شير برضو تيك بوكس علشان الناس تبدا ان هي تعرفها وتبدا تخش وتعرف من الناس لما يجي يخش معاك في كوميونتي واحده، نعرف كلنا ان احنا نلاقي المعلومه اللي احنا محتاجينها. طيب بعد بقى كل الكلام اللطيف اللي انت قلته ده، انا عايز دلوقتي بقى اخش اخد الكورس بتاعي. بتدوس هنا جوين اكاديمي، اوكي، وبتلاقي في بقى شويه بيانات كده محتاجينها منك، فيرست نيم، لاست نيم، ايميل، كود، فون، سيتويشن دي اللي هو انت مهندس، موظف، طالب، اتخرجت، كل حاجه بنبقى بس محتاجين نعرفها علشان نقدر نهيئ لك كل حاجه انت محتاجها. حاليا احنا الكاتيجوريز بتاعتنا بتاعت الكورسات هتزيد فتره بعد فتره خلال السنين الجايه ان شاء الله، كل فتره هنزود الكورسات. مش هنتكلم بس على الكينكس فقط، هنتكلم عن حاجات كتير جدا طبعا، وهنحاول نخلي بقدر الامكان كل حاجه سيرتيفايد وتقدر ان انت تبقى تاخد سيرتيفيكت فيها. فاحنا بنبذل مجهود، عايزينكم ان انتوا تساعدونا في المجهود ده وتساعدونا ان احنا نقدر نوفره بصوره اسهل في مصر. المهم الكومباني نيم، لو انت موظف، لو انت في موظف يفضل ان انت تكتب لنا في اسم الشركه والبوزيشن بتاعك فيها. بعد كده هنا اجري، وبعد كده بتعمل جوين ناو وخلاص. بعد ما بتعمل جوين ناو يعني خلينا نعمل مثلا، هنعمل اكزامبل جوين ناو، هتلاقوا مرة واحدة مكتوب له greeting and thank you for joining us. You will receive an email containing the academy link and your username and password within 24 hours. احنا بنحتاج بس 24 ساعة عشان نقدر نعمل لك registration للأكاديمي بتاعتنا. ممكن تبقى في خلال ساعة، ممكن في خلال ساعتين، ممكن في نفس الوقت، ممكن بعد فترة، بس هي 24 ساعة برضو علشان ايه، احنا بنحط الميعاد اللي هنعمل لك في ريجستر. فانت في خلال 24 ساعة او بعد ال 24 ساعة بص على الايميل بتاعك، هتلاقي في رساله جايه لك، هنوريها لك دلوقتي كل حاجه. في خلال الفتره ال 24 ساعه دي هيجي لك ايميلات. الايميل الاولاني خلال ال 24 ساعه دي هيجي لك ايميل، في ايميلين هيجوا لك من تيك بوكس. اول ايميل ده ويلكم، يعني خلاص تمام اوكي. ثاني ايميل هتلاقي فيه اللينك بتاع السكول، وهتلاقي فيه الايميل بتاعك موجود عليه، تمام. فهو بيقول لك ان احنا عملنا ريجستر بالايميل ده بس عشان تتاكد ان الايميل بتاعك صح، ما فيش اي حاجه غلط، وطبعا طالما احنا بعتنا لك يبقى الايميل صح. وهتلاقي ان انت الكورس موجود عندك قدامك اهو بكل تفاصيله بكل حاجه، بس طبعا لازم علشان تخش عليه مش هتعرف تخش عليه، بس احنا اوريدي بنفتح لك الكورس ده اوتوماتيك. الكورسات التانية مش هتظهر لك غير لما نبقى هنظهرها لك. في كورسات طبعا الفري هتبقى ظاهره، دي حاليا لسه ما نزلناهاش بس هننزلها قريب ان شاء الله. الكورسات الفري دي هتبقى نازله مفتوحه، ممكن تخلصها في اي وقت. المهم ان انت بعد ما هتخش هتعمل ساين ان، هتعمل بس في الاول فورجيت وهتدخل الايميل بتاعك وهتعمل سبميت. هيجي لك ايميل تاني على الموقع بتاعك ده علشان بس تغير الباسورد، عشان احنا مدين لك باسورد بس ايه، علشان تغير الباسورد بتاعتك زي ما انت عايز. فهتخش تاني هتعمل الباسورد بتاعتك، هناخد نفس الباسورد دي، اوكي. خلاص انت كده خلاص اخدت الباسورد بتاعتك والايميل، وتعمل ساين ان، هتلاقي نفسك دخلت على الموقع، تمام. هيقول لك بس في او تي بي احنا محتاجينك تعملها. طبعا ما تفضلش واقف على الجزئيه دي، لان انا اكتشفت ان في ناس عندها مشكله بتيجي تقف على الجزئيه دي. لا، اعمل سبميت، هيجي لك برده ايميل تاني. كل الحاجات دي معاش سكيورتي او حاجه بنضمن بيها بس ان انت الدنيا عندك تبقى تمام. هتلاقي في ايميل جالك تاني بال او تي بي، رقم المفروض ان هو هيتبعت لك على طول.
في اللي بيستعملوا جيميل مش هيلاقوه هنا، ممكن يلاقوه في السبام، فدور في السبام والجانك وهكذا. انا لقيته في البروموشنز، طبعا هو بالعربي هنا بس، فهو مكتوب رساله ترويجيه. فلقيت الكود اهو، ادي الكود هاخده تمام. معلش هتسيرش بس في الايميل بتاعك عشان تتاكد ان القصه تمام، وهتاخد الاو تي بي تحطه وهتعمل سبميت. انت اوريدي خلاص بقيت ساين ان، والكورس نزل اهو تمام. وتقدر تخش تشوف الاكونت بتاعك، تخش تشوف الحاجات اللي انت عملتها، وطبعا الانفويس والحاجات دي سيبك منها. المهم ان احنا عملنا لك الكورس بتاعك. طبعا هتلاقي كل الناس اللي هتخش معانا دلوقتي هتلاقي الكورس بتاعنا فور فري موجود كامل. بس فانت لما تخش على الكورس بقى وهتبتدي فيه وكده وهكذا، طبعا لما تيجي تخش تحت هتلاقي فيه السيرتيفيكت، هتطلع السيرتيفيكت بتاعتك من هنا. السيرتيفيكت دي لازم لما تخلصها تكون مخلص كل الكويزز اللي موجوده هنا وحللها ومخلص كل الكورس. هو كل كورس عليه كويز بس 5 اسئله كده سهلين ان شاء الله، هتخلصهم وهتاخد السيرتيفيكت بتاعتك اللي هي معتمده من تيك بوكس ومعتمده كده من جيوس. بعد ما تخلص ان شاء الله وتاخد السيرتيفيكت بتاعتك والدنيا تبقى تمام، هتبعت لنا الشهاده دي في ايميل باسمك، وطبعا بالايميل اللي انت داخل بيه في الاكاديمي علشان نجيب منه البيانات كلها بتاعتك. هنرد عليك تاني، هنقول لك الميعاد المتاح علشان تاخد فيه الاكزام بتاعنا. بعد ما تخلص الاكزام ان شاء الله معانا وتنجح فيه، والنجاح في الاكزام بتاعنا من 80%، بعد ما تنجح فيه من 80% هنبعت لك ديسكاونت. الديسكاونت ده هيكون انت اوريدي خدت الثيوريتيكال معانا ونجحت فيه والدنيا تمام، هتروح تاخد العملي، هتكمل معانا الكورس عملي. بعد ما هتاخد معانا الكورس ان شاء الله هتمتحن الامتحان النهائي اللي هو بتاع KNX اسوسيشن، وفي الاخر هتخلص وهتاخد KNX اسوسيشن سيرتيفايد، الشهاده بتاعتك يعني السيرتيفايد من KNX. احنا هنعمل لك ديسكاونت كبير، وفعلا هتلاقي الكورس بتاعه ثمنه نزل بنسبه 70% من ثمنه الحقيقي تمام. بس والكورس هيبقى في متناول سعره، في متناول الناس كلها باذن الله يعني. بس وهتعرف كل حاجه، هنبعت لك كل البيانات والسعر وهنبعت لك كل حاجه بالتفاصيل والديسكاونت وكل حاجه معموله ازاي، زي فاتوره هتتبعت لك بكل الكلام ده. وهنقول لك مبروك ان شاء الله وتاخد الشهاده، وكده هتبقى خدت شهادتين، الشهاده المعتمده من جيفس وتيك بوكس، وهتاخد الشهاده المعتمده من KNX اسوسيشن نفسها، غير طبعا شهاده الحضور بتاعت KNX اسوسيشن اللي هي بتاعت تريننج سنتر العاديه. والف مبروك. وكده نبقى خلصنا الشرح الطويل ده. انا حبيت اشرح لكم بطريقه اللي هو انا قاعد معاكم وبتكلم معاكم وبنفتح كل حاجه مع بعض علشان بس نبقى فاهمين كل حاجه. لو حد عنده اي اسئله عايز يسالها في الجزئيه دي، عايز يفهم معلومه، يكتب لي بس في الكومنت في اليوتيوب انا محتاج اعرف طب انا هعمل ايه او كذا، او حتى لو ما كملتش معانا كورس KNX اسوسيشن او الشهاده السيرتيفايد، فانت مبروك عليك برضو الشهاده الثانيه، الشهاده معتمده من جيفس وحاجه كويسه جدا. اشوفكم في حلقه ثانيه ان شاء الله، لان احنا مش هنبطل وهننزل فيديوهات تاني فيها حاجات تستفيدوا منها ان شاء الله. مع السلامه.